السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السي اس اس. تعالوا نعمل كده في الصفحه بتاعتنا دي. انا هشيل بقى خالص الديف ده اصلا. تعالوا نعمل مثلا ايه ديف تاني كده، ونكتب جواه مثلا ايه برودكت 1 كانهم منتجات يعني، وهنعمل اكتر من ايه من برودكت. وهنديهم كلهم كلاس نسميه كلاس ايه بي 1 مثلا او برود مثلا، برود وخلاص. ماشي، وهرجع تاني للستايل بتاعنا، وهقول له انا عاوز دوت برود ده، انا هعمل عليه ستايل. انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اخلي الديفز دي تبقى عامله زي كارد كده، ويبقى ليها باك جراوند، وتبقى ليها حجم معين وراوندد، نظبطه شويه يعني. فانتوا تعالوا نبص كده الشكل عامل ازاي. ده شكل البرودكت. فاول حاجه انا هعملها ان انا هقول له ايه، اول حاجه هعملها ان انا هقول له والله خلينا البرودكت ده الاول ليه باك جراوند مثلا. تعالوا نحط له باك جراوند كلر مثلا بينك. شايفين كلهم لازقين في بعض جامد قوي. طيب، فاول حاجه هعملها ان انا عاوز ادي لكل واحد فيهم مثلا هايت او ويتس ابقى عارفه يعني. فانا هقول له مثلا ايه، خليه الهايت بتاعه مثلا 300 بكسل، ويخلي الويتس يبقى 200 بكسل. ده كان حد بيسال هو انا خلاص الهايت والويتس دول يعتبروا اتش تي ام ال ولا سي اس اس؟ خلاص سي اس اس. شايف هما كبير قوي يعني، فانا مش هخليه 300، ده كتير قوي الصراحه. خليه مثلا ايه، خليه لا مثلا 100 احسن، او 50 70 حتى، والعرض 30 مثلا. تعالوا نشوف كده، قليل ال 30، 70 70 تمام. 180 حلو قوي كده، جميل قوي. بس برضو ايه، مش هو ده الشكل اللي انا عاوزه. انا عاوز اعمل يعني اخلي في فروقات بين الديف وبعضها. فهلاقي في بين الديف من بره، يعني كل ديف يبقى في مسافه بينه وبين اللي تحته. فهلاقي في حاجه اسمها مارجن. مارجن دي بتخليه يبعد من كل الاتجاهات بره الديف المسافه اللي انا هكتبها. فانا مثلا هقول له ايه، خليها مثلا 10 بكسل. شايفين عمل ايه؟ بعد من فوق ويمين وشمال وتحت 10 بكسل. خدتوا بالكم؟ من براه مش من جوه. الكلام لسه لازق في الحدود بتاعته عادي، يبقى من بره، خد من بره. يعني بصوا، لو انا جيت عملت انسبكت اليمنت كده، وقفت هنا، هتلاقي في حاجه اسمها كومبيوتد بتقول لك هو واخد ايه. شايفينها؟ ال10 دي منين؟ بره الاليمنت اهو 80%. فانا ممكن كمان اقول له بس مارجن باتوم، انا مش عاوز من كل الاتجاهات يا عم، انا عاوز من تحت بس. شايفين؟ بعدين اقول له مثلا ايه، ومارجن ليفت من الشمال كمان اديله بقى ايه، لا اديله ده مثلا 30. بعدين اقدر اقول له كمان ايه، مارجن مثلا توب 30 كمان، اديله من فوق كمان ايه 30. شايفين؟ خلي بالك من حاجه، ينفع تكتب المارجن كله في سطر واحد شورت هاند. شوفوا انتوا الطريقه دي ازاي بقى. ماشي، البادنج والبوردر والميرج كلهم بره الاليمنت، بس هما بيتحسبوا في حاجه اسمها بوكس موديل يعني. لسه ما هنتكلم فيها يعني واحده واحده. خلينا بس ما ناخد البادنج والبوردر يبقى نشوف يعني. المهم ان انت عارف المارجن بره الديف. طيب انا عاوز الكلام، يعني الكلام لازق قوي في الديف، فعاوز اعمل ايه؟ عاوز ابحبحها على الكلام شويه. فده هديله حاجه اسمها ايه بقى، اسمها بادنج. ده من جوه زي السيل بادنج كده. واقول له خليه من جوه مثلا ايه 15 بكسل. يبقى كده خد 15 من كل الاتجاهات. تمام كده. الكلمه اتبحبحت شويه كده، وسع عليها. انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز احط بوردر. فانا اقدر اقول له بوردر، ودي الطريقه الشورت هاندد بتاع البوردر بقى على طول. هقدر اقول له بوردر 1 بكسل،
وعاوز اقول له سوليد، ده حجم الخط نفسه سمكه ايه، يعني خط واحد ولا داشد، ولا انت عاوزه شكله عامل ازاي. فانا عاوزه سوليد يبقى خط على بعضه يعني. وهقول له خلي اللون بتاع الخط كمان بلاك. كده انا اديته ايه في مره واحده، اديته حاجه اسمها بوردر ويدث، واديته بوردر كلر، واديته تقريبا بوردر ستايل، 3 حاجات في وقت واحد يعني. عمل البوردر. تمام. عاوز بقى البوردر ده كمان يبقى كيرفي كده، ما يبقاش يعني حاجه، يبقى في تاتش كده راوندد شويه. فاعمل ايه؟ هلاقي حاجه اسمها بوردر ريديوس. فانا اقول له خلي البوردر ريديوس مثلا ب 15 بكسل. بصوا عمل ايه؟ واضحه؟ كمان اقدر اعمل ايه بقى؟ ممكن ما اخلي البوردر ريديوس ده في اتجاه واحد. فانا اقول له مثلا بوردر ريديوس، او بوردر بقى اسف داش، مثلا ليفت داش ريديوس، او توب ليفت ريديوس. ماشي كده؟ بصوا عمل ايه؟ خلاه من ناحيه واحده بس. واجي مثلا اخليه من الناحيه الثانيه، مثلا اقول له انا عاوزه كمان ايه، وعاوزه وباتوم رايت. حلو. عاوز اتكلم دلوقتي على حاجه جديده اسمها ايه، البوزيشن بروبرتيز. فاول حاجه فيهم، في بروبرتي عندنا اسمها بوزيشن، دي بتتحكم في مكان الاليمنت نفسه في الصفحه، وليها قيم كتيره. وعندنا حاجه اسمها فلوت، وعندنا حاجه اسمها كلير فلوت، دول اللي انا هتكلم عنهم يعني. طيب تعالوا نجرب الفلوت دي الاول. الفلوت دي بتعمل ايه بقى؟ شايفين في الديمو اللي احنا عملناه بتاع الديف من شويه، اللي الديفز في ايه تحت بعضها كده، انا عاوزهم يجوا جنب بعض. المشكله ان الديف هو واخد العرض بتاع الصفحه كله، بس انا حتى غيرت الويتس بتاعه هو برده ما جوش جنب بعض. ليه؟ لان انا محتاج اعدل في الفلوتنج بتاع الديف. الفلوتنج بتاع الديف اقدر اعدله ازاي؟ هو عنده قيمتين الفلوت عنده ليفت ورايت. فانا لما اقول له انا عاوزهم كلهم يعملوا فلوتنج ليفت، فهيضموا ناحيه الشمال كلهم ويطلعوا جنب بعض. فتعالوا نجرب كده. نقول له خلي البرود ده فلوتنج، او فلوت يعني ليفت. عملوا ايه؟ طلعوا جنب بعض. حاسين دلوقتي قد ايه بقينا بنقدر نوصل لشكل يعني قريب؟ يعني انا اقدر اعمل، انا حاسس ان انا كاني عامل حاجه في ويب سايت فعلا، مع انها فيري بيزك يعني، صح؟ علشان انا جيت على البرود ده قلت له اعمل الفلوت ليفت. فالفلوت ليفت دي يعني ايه؟ كانك بتقول لهم ضموا كلكم ناحيه الشمال. خلاص كل واحد هيكتفي بس بالويتس بتاعه، مش هياخد السطر كله زي ما هم كانوا عاملين. ماشي. المشكله بقى دلوقتي لو انا جيت مثلا حطيت بي هنا كده وكتبت فيها اي حاجه وعملت سيف، لو رجعنا هنا هنلاقي البي ايه؟ نصها فوق ونصها تحت. ليه؟ عشان هي بتتاثر لسه ستيل بالفلوتنج، الابعاد بتاع الصفحه حصل لها تشينج يعني. طب انا عاوز البي ما يتاثرش بالفلوتنج، اعمل ايه؟ تعالوا الاول نديله كلاس كده نسميه مثلا كلير فلوت، ده اسم الكلاس عادي يعني. وهاجي هنا في السي اس اس اقول له ايه؟ انا عاوز الكلاس اللي اسمه كلير فلوت ده لو حد خده تعمل له ايه؟ تعمل كلير بوث، اللي هو لو فلوتنج رايت او فلوتنج ليفت انا ماليش دعوه بيه. الكلام نزل مكانه. فهمتوا المشكله اللي حصلت ايه وحلها ازاي؟ تعالوا بقى نعمل دلوقتي H1 مثلا كده ونكتب فيها our product. انا عاوز الاور برودكت دي عاوزها تيجي في مكان في الصفحه بس مش في النص، انا عاوز احركها بمزاجي. احركها ازاي؟ ففي اتريبيوت في سي اس اس جديد او بروبرتي جديده يعني اسمها بوزيشن. فتعالوا ندي للاتش 1 دي كلاس مثلا نسميه مثلا تايتل ولا حاجه، وهرجع في سي اس اس واقول له بص التايتل، بس انا مش اي تايتل، انا عاوز الاتش 1 عشان ابقى متاكد ان انا بتكلم على اللي انا عاوزه بالظبط يعني. وهاجي في التايتل هنا اقول له ايه؟ انا عاوز البوزيشن بتاعك يبقى ريلاتيف. دلوقتي اقدر اتحكم في التوب والباتوم والرايت والليفت بتوع الاليمنت ده. فانا عاوز احركه من الشمال، ازود على الشمال اللي كان فيه اللي هو الليفت، زود لي مثلا 200 بكسل.
فعمل ايه؟ هو طبعا اتحرك بس ايه؟ ممكن عشان السكرين بتاعتنا ايه. تمام كده؟ فانا جاي اديله ويتس، والويتس ده مثلا اديله 500 بكسل او 1000 حتى مش فارقه، وهيبدا يتحرك بقى التوب بتاعنا. لو انا جيت مثلا قلت له خلي التوب 250 مثلا، بصوا هيعمل ايه؟ قادر اتحرك براحتي. ممكن كمان اتحرك من التوب، اقول له زود على التوب مثلا 200. شايفين عمل ايه؟ اتحرك. خلي بالكم اللي تحت ده واقف كده عشان الفلوتنج اللي احنا عاملينه برده مؤثر عليه، بس شايفين الاور برودكت بيتحرك ازاي؟ بيتحرك مقارنه بمكانه الاصلي. يبقى عشان هو ريلاتيف فهو بيتحرك مقارنه بالمكان اللي هو كان فيه. يعني تعالوا نغير مكانه كده ونخليه تحت. شايفين ايه اللي حصل؟ اتحرك من المكان اللي هو كان المفروض يبقى فيه هنا، المسافه دي. خدتوا بالكم؟ يعني هو مكانه الاصلي كان هيبقى فين؟ تعالوا نشيل تايتل ده. شايفين مكانه فين؟ لما جيت قلت له زود على الليفت والتوب عمل ايه؟ من مكانه الاصلي، اتحرك من مكانه الاصلي من فوق 200 ومن الشمال 250. الفكره بقى دلوقتي ان انا هقول دلوقتي البوزيشن تاني اللي اسمه ابسوليوت. ايه اللي حصل؟ المكان اتغير. ليه بقى؟ عشان في ابسوليوت هو بيحسب من الكورنر اللي فوق ده، ملوش دعوه انت كنت فين. انا هشيل اول ما تقول لي ابسوليوت الاليمنت ده يطلع في السقف في الكورنر اللي على الشمال. هحسب بقى دلوقتي توب وليفت قد ايه. يبقى فهمنا الفرق بين الريلاتيف والابسوليوت. من المكان اللي كان هيطلع فيه يزود الابعاد اللي انت حطيتها. اما ابسوليوت ملوش دعوه انت كنت هتقف فين. انا هعتبرك كنت اول اليمنت في الصفحه، وبعدها اشوف بقى المكان الجديد اللي انت عاوز تحطه. يفرق معاك في ايه؟ يفرق معاك انت عاوز تعرضه فين. لازم تبقى فاهم انت بتعرضه مقارنه بالمكان اللي هو فيه، ولا عاوز تعرضه في مكان معين في الصفحه بغض النظر هو كان موجود فين. زي فكره ايه الفرق بين الريلاتيف باس والابسوليوت باس. فهمتوا؟ تاني انا بقول الفرق بين الريلاتيف باس والابسوليوت باس ايه. بصوا في الريلاتيف المكان كان تحت. ليه؟ عشان هو حسب المكان من تحت السطر اللي انا ملونه ازرق ده. تمام؟ طيب بعدها ال1000 لو انا جيت قلت له خلي البوزيشن ابسوليوت، المكان اتغير. ليه؟ لانه حسب من فوق هنا، من فوق خالص. هو ملوش دعوه انت كنت فين. انا ماليش دعوه انت كنت فين. يعني بص لو انا عملت انسبكت اليمنت كده وشلت الليفت والرايت والتوب، ماشي، انا عاوز او خليني احطهم، انا يعني عاوز احطهم لكم صفر، عاوزهم يبانوا بس يعني ايه مش هتبان قوي. تعالوا كده نحط ريلاتيف. خلونا ليفت مثلا بس وتعالوا نشوف ابسوليوت. لا مش عارف اظهرها من هنا ايه، بس هو طريقه الحساب نفسها هي اللي بتاع، يعني المكان نفسه اتغير خالص يعني. يعني بصوا ابسوليوت كان فين وريلاتيف نزل تحت خالص. شايفين؟ فاهمين الفرق؟ فده ليه؟ لان طريقه الحساب نفسها بقت من مكان مختلف، فطبعا بعد. في الريلاتيف نزل تحت اكتر، انما في الابسوليوت طلع فوق، او يعني حسب من فوق، فالحسبه نفسها طلعت مختلفه. شايفين؟ ماشي. طيب يبقى الابسوليوت ملوش علاقه بالريندرنج بتاعه الاصلي كان هيبقى فين، انما الريلاتيف ليه علاقه بمكان اللي هو كان المفروض يطلع فيه. في بقى حاجات تانية في البوزيشن، يعني في بوزيشن فيكسد تقريبا، في حاجات تانية كمان ممكن تبقوا تبصوا انتوا عليها يعني. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، واتمنى ان الفيديو لو عجبكم تعملوا له شير مع اصدقائكم اللي مهتمين بنفس المجال، ومستنيكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.